شكلك كويس وريحتك الكويسه جزء من شغلك. دي حاجات اساسيه لازم تكون مع اي حد وخصوصا المدربين. يعني على سبيل المثال ده معجون اسنان بنستخدمه مرتين، مره اول ما بنصحى ومره قبل ما بننام. اما ده مثلا غسول فم بنستخدمه عادي جدا خلال اليوم، مثلا بعد لو اكلت، عشان ريحه بقك تفضل دايما جميله وكويسه. ما ينفعش وانت بتمرن عميل يشم منك ريحه مش كويسه وانت بتكلمه. وده مثلا غسول للبشره بتستخدمه زي معجون السنان مرتين في اليوم. ما ينفعش العميل بتاعك وهو بيتكلم معاك يشوف في وشك حبوب والدنيا يعني مش الطف حاجه. وده بقى اختراع القرن، اسمه مزيل عرق، وبص بيقعد 72 ساعه. فما تنساش يعني تستخدمه مره واحده بس وترحمنا من الريحه اللي بنشمها دي. واخر حاجه معانا هو البرفيوم ده، يعني رشه هنا على رشه هنا مش هتخسر حاجه خالص. افتكر دايما ان نظافتك الشخصيه اهم حاجه في الدنيا. ما ينفعش اهتمامك بس يكون رايح ناحيه العضلات. شكلك كويس وريحتك الكويسه جزء من شغلك. وكل الحاجات اللي وريتها لك في الفيديو في اغلى منها وفي ارخص منها، فانت شوف اللي على قد امكانياتك وجيبه. نظافتك هي الاساس.